أهلا بيكم. في الحلقة اللي فاتت حطينا الأساس اللي هنمشي عليه خطوة خطوة علشان نحقق أول مليون في طريقنا لبناء الثروة، وكان من ضمن الأسس دي هي مرحلة الاستثمار الذكي. وعرفنا إنك علشان تقدر تبني ثروة لازم يكون عندك ذراع استثماري وتعرف إزاي تستثمر بذكاء. النهاردة بقى هنشرح الفكرة دي في 5 خطوات فيها الخلاصة كلها، وهتعرف إزاي تضاعف فلوسك بسرعة وبذكاء عن طريق استثمار مبتكر. الفيديو ده مش مجرد نصائح نظرية، إنما هتعرف فيه استراتيجيات عملية تقدر إنك تطبقها فورا حتى لو بدأت بمبالغ بسيطة. يعني أنا بجيب لك الخلاصة وبحاول أبسط لك الموضوع على قد ما أقدر، وبديك المفاتيح اللي تقدر من خلالها إنك تفتح المجال لأبواب أوسع، علشان يكون معاك دليل علمي معتمد تقدر إنك تمشي بيه في خلال رحلتك لبناء ثروتك. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فلوسك تحت السيطرة. لو أول مرة تشوفنا فأحب أعرفك إن الحلقة دي واحدة من ضمن سلسلة ابن ثروتك اللي بنقدمها من خلال البرنامج، ويلا بينا نبدأ الشرح. السر الأول هو استثمار متدرج ذكي. بدل ما تحط فلوسك كلها في استثمار واحد أو مشروع واحد، وزعها على فرص متنوعة بطريقة ذكية. الفكرة هنا إنك تبدأ صغير في كل استثمار، وتبدأ إنك تزود حصتك مع مرور الوقت ومع تحقيقك للنجاح واحدة واحدة، بدل ما تخاطر بفلوسك كلها مرة واحدة. ده بيقلل المخاطر وبيخلي فلوسك تشتغل بشكل مستمر. السر التاني هو الاستثمار في الأصول الرقمية المبتكرة. العالم دلوقتي بقى مليان فرص رقمية كتيرة قوي، صناديق استثمار رقمية، منصات تداول مبتكرة، وحتى مشاريع صغيرة على الإنترنت. الأصول الرقمية بتديلك فرص إنك تضاعف أموالك واستثماراتك أسرع من الطرق العادية التقليدية، بس لازم تكون واعي بالمخاطر وتتعلم قبل ما تبدأ. القاعدة هنا بتقول إن الاستثمار الذكي هو اللي مبني على معرفة وعلى دراسات، مش مجرد حظ. السر الثالث هو الاستفادة من الفوائد المركبة. ده بقى سر العباقرة، وهنا انك مش بس هتحط فلوسك وتسيبها، لا، هنا بقى هتبدأ تخلي الارباح تشتغل ليك وتجيب لك عوائد وارباح تانية زيها زي الأصل بالظبط. يعني الأرباح بتجيب أرباح، وكل ما تعيد استثمار الأرباح كل ما تزيد قوة رأس مالك. مع الوقت الفوائد المركبة ممكن تضاعف أموالك بشكل مذهل حتى لو بدأت بمبالغ بسيطة. القوة التراكمية للوقت بتخلي رأس المال بتاعك ينمو بطريقة رهيبة. السر الرابع هو الاستثمار في نفسك ومهاراتك. أغلى استثمار ممكن تعمله هو الاستثمار في نفسك. كل مهارة جديدة بتتعلمها، كل فرصة تطوير بتطور بيها نفسك، فدي بتزود من قيمتك انت السعرية، وبتزود امكانياتك وفرصك في تحقيق عوائد وارباح اكتر، وتفتح لك فرص ومجالات اكتر واكتر ما كانتش تخطر على بالك. يعني لما تطور من مهاراتك فرص استثمارك هتبقى اوسع والعائد بتاعك هيبقى اكبر واعلى. السر الخامس هو استراتيجيات مبتكرة لزيادة العائد مع تقليل المخاطر. هنا بقى هتبدأ تستخدم استراتيجيات تبدأ انها تزود لك العائد بتاعك وفي نفس الوقت تقلل لك المخاطر على قد ما تقدر. طيب الاستراتيجيات دي زي ايه؟ زي التنويع ما بين الأسهم وصناديق الاستثمار والمشاريع الصغيرة وحتى الاستثمار الرقمي. هنا بتخلي فلوسك تشتغل في كل اتجاه. المبدأ البسيط هنا بيقول انك كل ما تنوع كل ما تقلل المخاطر وكل ما تزيد فرص الربح. هتستخدم أدوات مالية حديثة، وهتتابع المؤشرات، وهتستثمر في فرص استثمارية متناسبة مع مستوى المخاطرة اللي تقدر تتحمله. خلاصة الحلقة انك هتستثمر بشكل متدرج، وهتستخدم الأصول الرقمية، وهتعتمد على الفوائد المركبة، وتستثمر في نفسك أولا، وتنوع استثماراتك بذكاء. الخطوات دي لو طبقتها صح
صح وحافظت عليها هتخلي فلوسك تشتغل ليك باستمرار بدل ما تشتغل انت عشانها، وهتبدأ انك تكسر فكرة الدخل المباشر اللي هو مربوط بوقتك ومجهودك انت، يعني ان تخلي دخلك متصل دايما بالوقت والمجهود اللي بتبذله. لكن باتباع الخطوات دي وتطبيقها الصحيح هتخلي دخلك ينفصل عن وقتك ومجهودك، وهتبدأ تخلي فلوسك هي اللي تشتغل عشانك وتحقق لك ربح وأرباح وانت نايم. وهنا هتبدأ تلاحظ مضاعفة أموالك أسرع من الطرق العادية التقليدية. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أخطاء المستثمرين اللي بتخليهم يخسروا فلوسهم بسرعة، وإزاي إنك تتجنبها تماما. تابعنا علشان ما تقعش في الفخ وتخسر كل اللي بنيته. كان معاكم أحمد مبروك من برنامج فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.